السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 فوق ما تتخيلوا. ما تركزوش مع ده. بصوا بقى النهارده جوزي طبعا اجازه. لو تفتكروا في الفيديو الاخير اللي قبل الاخير قلت لكم ايه؟ يوم اجازته بحب ايه نروح نعمل شوبينج. فالنهارده بقى هو قال لنا لا سيبكم من الشوبينج، تعالوا بقى هوديكوا ايه السيده زينب. السيده زينب دي بنحب ناكل بقى فيها صوبيا، انا بحبها قوي، وفيها بقى اجواء رمضان وبتاع. فانا حبيت صراحه اروح اتفرج وكده. فهنروح مع بعض واوريكم على قد ما اقدر، يعني هقدر اللي اقدر اصوره لان احنا نازلين بالليل. فالاجواء مش هتبقى باينه قوي، النور مش هيبقى باين. ورودينا بتلبس الشوز بتاع باباها متسرعه قوي بتحب الخروج، يلا نخرج. بس فواخده بقى السماعات عشان اعرف اصور لكم واتكلم. لو ما عرفتش اتكلم بره هعمل فويس اوفر، ولما اجي ابقى احكي لكم بقى اللي حصل. بس هصور لكم ان شاء الله كل حاجه، واصور لكم الصوبيا اللي بناكلها. حاضر، الصوبيا اللي بناكلها وكده. وهقعد بقى فوق كده وارتب بقى شنطتنا، لان لازم وانتي خارجه مامي بقى. وكل سنة وأم طيبة وبخير يا رب. طبعا عيد الأم كان من يومين، فكل سنة وانتم طيبين جميعا، وكل أم بخير يا رب، وينعاد عليهم جميعا بخير. بس فإن شاء الله هبقى أوريكم مرة أنا بحضر إيه قبل ما ببقى نازلة أي مشوار، إيه باخده معايا. فيلا خليكم معايا وتابعوا الفلوج بتاع النهاردة. يلا تعالوا. عايزه اقول لكم بقى، هنا كنا وصلنا السيده زينب. طبعا احنا بنركب عربيه من الجيزه للسيده. بصوا الاجواء هناك تحفه فعلا، تحسوا برمضان واجواء رمضان. والدنيا بجد كانت زحمه قوي. في طبعا بقى شارع كده في ميدان السيده، جنب المسجد كده من ناحيه اليمين. على حسب بقى انتوا ده جايين يمين او شمال. وشارع كامل بقى للزينه. طبعا الزينة نفسها ما كانتش كتير. انما كان في فوانيس اللي هي بتبقى ده بقى بالمناسبة اسمه حب العزيز. حب العزيز ده اصلا بيبقى موجود في طنطا، بس هو موجود بقى في ميدان السيدة بقى عشان احتفال بقى وكده. بس هناك بقى بيبقى الفوانيس كتير قوي. الفوانيس الصاج احلى بكتير، والفوانيس عموما القماش وكده. انما بقى الزينة مش قوي هناك صراحة. يعني شارع الخيامية افضل بكتير. دي استيكرات كده يعني بتبقى طوابع بتتلزق على الحيطة. ودي زينة بتبقى قماش. ال5 متر كان تقريبا ب20، وفي الناس بتبيعها ب15. وكل حاجة بتختلف. بس بصوا بقى الأجواء يا جماعة، فعلا تحس ان انت خلاص داخلة على رمضان. فأجواء حلوة قوي. واللي لاحظته بقى السنة دي ان في كتير قوي الفوانيس الخشب. بصوا الفانوس ده كان ب25 جنيه. عايزه اقول لكم ان انا انشغلت، والفانوس اللي جنبه ده ب35، واللي بعده ب45. كانت اسعار حلوه قوي. بصوا الطابله دي بقى للاطفال. ده كان بقى واحد عمال بقى ينادي وبتاع. عايزه اقول لكم ندمت قوي ان انا ما جبتش لرودينا ونسيت اصلا. بس ان شاء الله هننزل تاني ونجيب لها. هناك بقى السيده زينب اصلا معروفه بالمخللات. المخللات هناك بتبقى حلوة قوي، وبتبقى اسعارها كويسة. يعني البرطمان صراحة انا ما وقفتش سألت لان الدنيا كانت زحمة قوي. بصوا انتوا لو تاخدوا بالكم، بصوا الزحمة اللي حواليا. انا عايزة اقولكم كنت بصور بالعافية. وهناك بقى في دي مفارش تلاجة، وفي المفارش اللي هي بتاعت السفرة مثلا اللي هي البلاستيك دي. العبوة الكبيرة كانت ب50. واستيكرات بقى، هو هناك الاستيكرات كتيرة قوي. ومفارش مثلا السفرة دي بقى مفارش. دي الستيكر بتاع التلاجة. بصوا الهلال والنجم دي كانت ب35 جنيه. بس عايزة اقول لكم في حاجات حلوة قوي. الفانوس ده كان ب10 جنيه، فانوس ورق كده. دي بقى الكوشن. يعني غطا كده للكوشن ده كان بينادي اي حاجه ب15 جنيه. الكوشن اللي هو العادي، انما الاتقل شويه كان ب35 اللي انا وريتهولكوا في الاول. بصوا ده هلال وفانوس ونجمه كده مع بعض. ده ممكن تعلقيه في نص الريسبشن. وبصوا بقى الكنار ده حلو قوي، كان ب15 جنيه. في بقى العياشه و بصوا تحفه. القعدات دي بقى للقعدات العربي مثلا، عايزه تجيبيها تحطيها في البلكونه. الكلام ده كانت حلوة قوي. في استيكرات، في اللي هي الطوابع بقى دي. بصوا
اللي هي بتبقى ايه، البرواز ده، البرواز الخشب. هناك زي ما بقول لكم الفوانيس كانت بالهبل، يعني عايزه فانوس لا انزلي السيده زينب، حلوه قوي وكتير جدا. انما الزينه ذات نفسها لا، شارع الخياميه احسن بكتير. ويعني لو عرفت اصور لكم فيها صور لكم. ده بقى الشفاشق لرمضان. بص الفانوس ده كان حلو قوي، دي كانت فوانيس عليها اسماء. عايزه اقول لكم انا اول ما حطيت ايدي سبحان الله والله بجد لقيت اسم رودينا، يعني انا اول ما حطيت ايدي لقيت رودينا طالعه في ايدي. بس من الزحمه معرفتش اختار اسماء تانية، يعني كنت ناويه اجيب حاجات كذا فانوس، كان الواحد ب5 جنيه ميداليه كده، بس للاسف كانت زحمه قوي. بصوا بقى هناك الاطباق دي كانت طبق ب10 جنيه. مطبوع بقى عليه يعني هو طبق من اليمين مطبوع بقى عليه حاجات رمضان، بس مش عارفة صراحة الخامة، يعني ما اظنش، لاني ده بيطلع في كان عليه رسومات، فما حسيتش ان هو ممكن، حسيت ان هو ممكن يطلع مع الغسيل او كده، او لو اتحط في غسالة اطباق. بصوا بقى في بقى بكار دباديب كده بكار. بصوا بقى عايزه اقول لكم اصلا الاطفال فرحانه جدا هناك لان الاجواء جميله. وكان بقى بصوا دي ميداليات بتاعت فنانيس وبوكي وطمطم وبكار وكده. الاجواء هناك حلوه ومشغلين بقى اغاني رمضان، فتحس ان انت خلاص دخلتي في اجواء رمضان الرمضانيه دي وكده. دي برضو ميداليات، مهتمين بالميداليات قوي بتاعت المفاتيح. وكتير بقى كتير واسعارها حلوه. دي كانت ب25 جنيه، فكان يعني سعرها كويس، كانت متينه جدا. دي بقى كنت صراحه مش مركزه في الشراء على قد ما انا مركزه اصور لكم عشان تشوفوا كل حاجه. بس ان شاء الله قبل رمضان نبقى نروح بقى ونشوف ده فانوس. محمد قال لي بقى صوره لهم لانه كان شكله حلو قوي. انا حطيت ستيكر عشان رودي بقى كانت طالعه. بص دي مش عارفه صراحه استخدامها ايه، ومحمد صورها يعني كان بيقول لي اوريها لكم، بس مش عارفه ايه استخدامها. هنا بقى كميه فوانيس بقى للاطفال. الاسعار بقى بتختلف، اسعار كتيره جدا، بس طبعا الاسعار عليت جدا بالمناسبه للاسعار بتاعت السنوات اللي فاتت، لا عليت قوي. يعني الحمد لله ربنا يرحمنا ويقدرنا، يعني على قد ما بنقدر نفرح اطفالنا بنجيب حاجات بسيطه على قد الايدينا وعلى قد الميزانية، فربنا معانا. بس فالفوانيس، بس صراحة الفوانيس الصاج كان اسعارها حلوة قوي. يعني زي ما بقولكم اصغر فانوس كان ب25 ومش صغير برضو قوي، لا هو حلو. بصوا التصوير هتلاقوه مش مترتب قوي. بصوا دي بقى عندنا هنا في مصر، الناس اللي مش اللي متابعاني من بره مصر، دي حاجات بتبقى اسمها صواريخ. الاطفال بتلعب بيها كده في الشارع وتعمل صوت اول ما بتشغليها، بتولعيها بنار يعني بتعمل صوت، بتبقى يعني كأننا يعني ايه وقت الفطار بقى المدفع والكلام ده، فهم بيحبوا الاطفال يعملوا كده. والله وساعات الكبار يعني احنا ساعات بنبقى ايه عايزين نعيش معهم الاجواء، فبنعمل كده معاهم. بصوا بقى انا بحب قوي الفروع دي، بتبقى فروع ذهبي كده وبتنور. يعني الفرع كان تقريبا ب25 جنيه، فكان اسعاره حلوة. طبعا بعتذر لو اي حد بقى صورته طلعت في الفيديو، لان انا مش كمية الناس كتير قوي كانت داخلة في وشي، مش هقدر احط ستيكر على كل الناس دي كلها. صعب قوي وكتير قوي بجد، الدنيا كانت زحمة والطرق كانت واقفة بطريقة فظيعة يعني. هنا بقى بصوا كان المدفع ده والفوانيس اللي هي القماش. هنا بقى انا عايزه اقول لكم خدنا فوتو سيشن جامد قوي، اتصورنا صور حلوه وجميله بجد. يعني لو عايزين تروحوا هتتصوروا حتى صور للذكرى، لا جميله، روحوا وتصوروا، هي حلوه قوي. يميش بقى رمضان، هتلاقوا هناك اليميش والحاجات رمضان. والبلح بقى، البلح بأسعار مختلفة، بيبدأ من 20 جنيه، وفي ناس عندهم على فكرة البلح أقل من كده، في ناس بتبيع ب10 جنيه البلح وب15، جميع الأسعار. يعني بصوا في ب47، مش عارفة ايه. أنا بقى صورت لكم البلح اللوز ده، يعني ايه بلح لوز الصراحة أنا أول مرة أسمع عنه، حتى ما كانش حاطط له سعر. بصوا في بلح ب30، وكل بلح ليه بصوا يعني بيسموا البلح مثلا اسماء معينه، دي استغربته قوي. البلح العجوه ده بيبقى البلح طري، لان في ناس ما بتحبش البلح الخشن. العده ده عايزه اقول لكم الزينه دي بتعلق كده في الشوارع، بتبقى جميله وبتعمل صوت حلو قوي مع الهوا. هنا بقى كنت بصور النجيله.
النجيلة كان المتر ب85، دي اقل حاجة في النجيلة. بس بقى في فكرة ان هما بيعملوش بيقيسوش العرض بالظبط. يعني مثلا انتي البلكونة بتاعتك 5 متر، لا بيبقى عرض في طول حاجة كده. صورتلكوا بقى، شفتوا اليميش والكلام ده. هنا بقى مسجد السيدة زينب. في ناس بقى بتبقى قاعدة هنا يعني بيطلع لها حاجات لله والكلام ده، وفي ناس بتبقى قاعدة بتبيع، وفي ناس بتبقى قاعدة بترسم حنة، سودانيين وكده، وفي مصريين كمان. بصوا انا مش عايزين نخش في حتة هي مدفونة هنا فعلا ولا لأ او الكلام ده، وان احنا نروح ندعي قدام المقام والكلام ده صح ولا لأ. مش عايزة ادخل معاكم في الحتة دي، بس انا فعلا شفت ناس كتير قوي بتقف تدعي هنا، وكنت مستغربة صراحة قوي. حتى هيجي لقطة دلوقتي ناس واقفة قدام الباب، لان كان ممنوع من ان انت تخشي جوه، لان في ترميمات تقريبا، فممنوع ان انت تخشي. حتى في الحسين بقى ممنوع ان احنا نخش تقريبا، ده اخر حاجة سمعتها. بصوا هنا ناس واقفة بتدعي، وفي حد هيجي دلوقتي اصلا كأنه بيسلم، فانا مش عارفة هو ده الصوت بيبقى صح ولا ايه. معرفش، مش عايزة، لان في اقاويل كتير بين صح وغلط، فمش عارفة يعني. وفي ناس بتبقى لابسة حاجات كده لونها اخضر، مش عارفة دول بيبقى شغلتهم ايه هناك. بس يعني هي الاجواء بجد حلوة هناك قوي في السيدة، وبتحسي بجد لو عايزة تحسي بقى فعلا مصر بقى والجو ده واجواء رمضان، لا روحوا انزلوا السيدة وبجد هتتبسطوا قوي. هنا بقى وقفت جبت الردينة توك. هناك بقى التوك كتير قوي، ناس بتبقى واقفة بتوك وحاجات بقى داخلية والكلام ده كله. هنا بقى كنا رايحين ناكل، ازاي انزل السيدة زينب وما اكلش بقى الصوبيا بتاعت الرحماني. صوبيا الرحماني دي بيبقى فيها المزز ومش مزز يعني اللي هو الحلو. انا بحب المزز، ومحمد جوزي بيحب الطعم الحلو. هي بتبقى قدام مدرسة الثانية بالظبط، من بعد المسجد كده بتمشي في وش المسجد طوالي، بيبقى بقى جنبها محلات، دي محلات شوزات وبتاع. بصوا بقى هنا وصلنا عند الرحماني جنبه بالظبط بتاع مقلة. على فكرة الرحماني ليه برضو فروع تانية، بس انا بحب صراحة اروح الفرع بتاع السيدة زينب، لان ده الاصلي يعني، ده اول حاجة اتفتحت الصوبيا. عايزة اقول لكم الدنيا بتبقى زحمة جدا جدا قدام الرحماني. بصوا المحل قديم قوي، بس طبعا غلي يعني، ما بقاش برضو زي زمان، الاسعار زادت، فبقت اصغر علبة دلوقتي. هتشوفوا حتى في مقطع مصورينه اصغر علبة ب20 جنيه بس. يعني عارفة اللي هو تاكلي واحدة، لا انا عايزة اكل تاني، ما تبقيش شبعانة منها. بصوا هي دي بقى الصوبيا. بصوا هي بتبقى في علب كده. الاول كنا بنروح ناكلها في كوبايات ازاز، ولو عايزه بقى تاخدي للبيت بيبقى في علب بلاستيك. لا دلوقتي بقى مفيش، من ساعه كورونا وهم عملوها يعني الاحتياط وكده، علشان ما يبقاش فيه بكتيريا وكده، عملوها في علب بلاستيك. هنا بقى كنا خلصنا الفلوج بتاع النهارده، وكان يوم جميل قوي قوي قوي. طبعا بقى ركبنا عربيه بتودينا للجيزه، بس عايزه اقول لكم المواصلات هناك يعني حلوه، في مواصلات بتروح لكل حته، فسهله قوي وجميله. بصوا عايزه اقول لكم هنا بقى بنبقى متوجهين لشارع، اللهم صل على النبي، عموما نسيت هنا دار الهلال، ده شغل والدي الله يرحمه. يا ريت انا حبيت اصوره، لان كل اللي يشوف المقطع ده يا ريت يدعي له بالرحمه والمغفره، ويقرأ له الفاتحة، وربنا يرحم جميع أموات المسلمين أجمعين يا رب. بس كان الفروج النهاردة حلو، وبجد عدت الذكريات جميلة قوي، وأنا بحب جدا السيدة زينب لأنها ليها ذكريات كتيرة معايا. بس ويا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من عالم جيجي. افتكرت اسم الشارع ثانية واحدة، شارع سعد زغلول. فهنا بقى كنا ماشيين ومتوجهين هناك، وبعد كده بيقوم طالع على الجيزة. بس هسيبكم بقى في اخر مقطع، ويلا ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. اشوفكم على خير جميعا، مع السلامة، سلام.